يلا نصلي على الرسول ونشوف قصة النهاردة بتحكي عن ايه. حكاية النهاردة بتحكي عن الطفل اللي رعب السعودية كلها سنة 2020. والحكاية بتتكلم عن واحد اسمه عبد العزيز مولى شغال في شركة النفط، هو وزوجته نورة السعيد. عندما جات له مكالمة من جاره الساعة 2 بالليل وقال له أنا سامع صوت صريخ جامد طالع من بيتك، ولما بنخبط محدش بيرد، في حاجة غريبة بتحصل عندك وأنا بلغت الشرطة، تعالى بسرعة أرجوك. ومن هنا بتبدأ حكايتنا. تنساش تصلي على الرسول في التعليقات وحط لايك للفيديو بيدعمني جدا. عبد العزيز مولى مهندس شغال في السعودية في بلد اسمها أبها، وزوجته كانت شغالة معاه في نفس الشركة، وكان عندهم 5 أبناء، 4 بنات وولد. كانوا كلهم أعمار مراهقة، الولد كان عنده 13 سنة والكبيرة ببناته كان عندها 22 سنة. كانوا من خيرات بنات السعودية، أدب وأخلاق وشطارة، وكانوا طول الوقت كويسين جدا مع أهليهم. الولد كان منطوي شوية وكان طول الوقت قاعد لوحده، وبما إنه كان الوحيد فكان كل طلباته مجابة، وكان دايما متدلع. بس للأسف إن هو كان طول الوقت في عزلة مع نفسه، وطول الوقت ما كانش وراه غير الألعاب وغير الكمبيوتر وغير إن هو يلعب جيمز، وكانت ألعاب تعتبر ما تنفعش لسنه أصلا، كانت أكبر من سنه، وكانت ألعاب كلها دموية. كانت دايما بيلعب جيمز المفروض هو ما يلعبهاش، ومن الحاجات المحظورة على الأطفال والمراهقين. بس للأسف هما ما قدروش يخرجوه من اللعب دي، وبدأت قصة إن هو يفضل بالساعة والاتنين والعشرة كمان على اللابتوب أو على التليفون، وما كانش حد قادر يخرجه من الحالة اللي هو فيها دي، لدرجة إن أبوه خدوا الشيخ جامع عشان خاطر إن هو يصلي، لكن كان الولد بيرفض. والشيخ قال له حاول إن أنت تقرأ له قرآن كتير عشان تخرجه من الحالة اللي هو فيها. ولما يأس الأب من حالة ابنه وقال إن هو يعني مع الوقت بعد كده هيبقى كويس، خلاص انشغل بحياته وانشغل بشغله وترك ابنه وترك أولاده. وطول الوقت كان الولد حالته بتسوء، وطول كل الوقت ما بيعدي بيندمج اكتر في اللعب وبيندمج اكتر في العزلة مع نفسه، وما كانش بيتكلم مع حد اطلاقا، ولا كان حتى بقى يرد على حد، وكمان كان شبه قطع الاكل. كل ده طبعا الحالة بتزداد سوء، والاب والام مشغولين في شغلهم وفي حياتهم. وجت فترة بعدها بدأ الأب والأم اترقوا في شغلهم واتنقلوا لمكان تاني خالص بعيد عن ولادهم، المفروض إن هو بعيد عن المكان اللي هم فيه، يعني مش هيقدروا يجولهم كل يومين أو يعني كل أسبوع عقبال ما يقدروا يرجعوا تاني يشوفوهم أو يزوروهم يجولهم زيارة، وده كان أسوأ حاجة حصلت في حياتهم. اتنقلوا بلد اسمها أحطة، وكانت بعيدة جدا عنهم، وعشان يوصلوا لولادهم كانت فيها طبعا مشقة، فاضطروا ان هم يقعدوا في البلد دي ويجوا لهم زيارات. وكانت كل مدى الحالة بتزيد والأسوأ بيحصل للولد، وكانت بناته على طول بتقول له ان اخويا في حالة سيئة، اخويا كل مدى في الأسوأ. لكن هو كان بيتغاضى عن كلامهم وكان بيكبر دماغه وكان بيقول هو مع الوقت هيبقى كويس. في يوم الحادثة بالظبط اتصلت بنته وقالت له أخويا قاعد في الأوضة طول الوقت على السرير، قاعد ما بيردش على حد وما بياكلش نهائي ومش عارفة فيه ايه وما بيتكلمش مع حد فينا خالص، ومش عارفة أعمل ايه ولا أخرجه من أوضته ازاي أو أحس إن أنا أشغله ازاي. الأب خد الأمور باستهتار وما دقش مع كلام البنت، وكبر دماغه زي العادة لأن هو طبيعي كان خلاص زهق، مش حابب بقى وجع دماغ، كان خلاص. في يوميها نفس اليوم من اللي حصل ده اتصل بيه واحد جاره وقال له في صريخ جامد في بيتك وانا مش عارف ايه السبب، ارجوك تعالى انا بلغت الشرطة. الاب والام خدوا طبعا العربية وخدوها جري وراحوا على بيتهم، وطبعا كان عشان بيتهم بعيد فبدأوا يتصلوا قبل ما يوصلوا عشان من كتر القلق، وما كانش حد بيرد على التليفون وقتها. ولما وصلوا لقوا الشرطة مالية المكان، وكانت الدنيا كلها مقلوبة وعربيات إسعاف، وكانت الشرطة السعودية كانت مالية الدنيا. وبقوا يستغربوا في ايه، جري الأب على جوه وشاف أكتر حاجة رعبته في حياته وأكتر حاجة خلته بقى مذهول ازاي يحصل كده. لقى بناته الأربعة مدبوحين وابنه متعلق في أوضته مشنوق. بقى يقول ايه اللي حصل وازاي، جالهم حالة صدمة ورعب. وفي الوقت ده السعودية كلها تما بقت تشهد بالحادثة دي ان هي حصلت لها فعلا رعب وعملت رعب في البلد بأكملها. لما دخل الأب وبحاول يفهم في ايه او يسأل رجال المباحث، بعد كشف والتحريات أثبتت إن في كاميرا موجودة جنب الجثث محطوطة في أوضة الولد اللي هو ابنهم اللي هو المشنوق، ودي اللي بينت كل حاجة على حقيقتها. الولد صور كاميرا فيديو ودخل على اخواته البنات، اول ما فتح الباب لقى اخته
بصت عليه وصحيت، وهي كانت شايفة أخوها جاي عليها بتصوير وفتح الكاميرا وجاي بيصورها. وقبل ما يعمل أي حاجة قال لها هنا ابتدت اللعبة، وطلع سكينة وضرب أخته، ضربها كذا طعنة لما ماتت، وعمل كده في التانية وعمل كده في التالتة، وآخر واحدة كانت شايفاه، لكن من كتر الرعب ما قدرتش تعمل أي حاجة وما قدرتش تصرخ ولا تقول أي حاجة، حاولت إن هي تهرب. ولما جت بتهرب هو شافها، فبدأت تصرخ، وده الحاجة الوحيدة اللي صحت الجيران وسمعتهم صوت الصريخ اللي بلغوا عنه. الولد بعد ما خلاص خلص عليها هي كمان ولحقها، وللأسف ضربها طعنات كتير أوي في ظهرها لما فرقت الحياة. كان خلاص أدى مهمته وأدى لعبته، وكان الدور كده عليه هو كده المفروض بقى يخلص اللعبة بيه هو، وكانت بالنسبة له دي كلها مجرد لعبة، لأن هو كده بقى عنده هوس، كان عنده هوس إن هي دي لعبة بيلعبها، ما كانش صاحي إن دي واقع هو بيعمله. كانت خلاص كل الافلام الرعب وكل حاجه اثرت على دماغه وبدات تخليه انسان دموي حابب الدم وفاكر ان كل ده لعب، لكن هو دي حقيقه وهو عملها. وبعدها قرر ينهي اللعبه بنفسه وشنق نفسه، والكاميرا كانت في اوضته وصور نفسه وهو مشنوق وهو بيحاول. هو قتل نفسه وكان بيصور نفسه والكاميرا مفتوحه. شفتوا الهوس لدرجه ايه؟ بقى حقيقه وواقع مش خيال. وللأسف احنا كل ولادنا بيعملوا كده الفترة دي. يا ريت القصة دي تكون موعظة لكل واحد سايب ابنه أو بنته على كمبيوتر أو بيلعب جيمز أو ألعاب مش ليه، لأن كل ده بيخش جوه دماغهم وبيربي لهم حالة تانية خالص وبتقضي عليهم. يا ريت كل واحد يخلي باله من بيته ويخلي باله من ولاده ويحاول يشغلهم بطريقة إيجابية. الطريقة دي سلبية، وإن أنت تكبر دماغك من يمة الطفل وتسيبه أيًا كان سنه، وكل سن أصعب من التاني. الطفل الصغير بيبقى عايز رعاية واهتمام، الطفل المراهق بيبقى عايز رعاية واهتمام. أرجوك خلّي بالك من ابنك أو بنتك، بلاش تسيبهم كده منهم لنفسهم، بلاش تسيبهم على الكمبيوتر أو التليفون أو أي وسيلة من وسائل التواصل أو أي حاجة من وسائل الإنترنت، لإن دي بتخش جوّه دماغهم وبتدمّر دماغهم. أرجوك القصة دي عبرة وعظة، يا رب كل الناس تستفاد منها. وما تنسوش يا حبايبي لو انتوا اول مره تشوفوني تشتركوا في قناتي واللايك الحلو لانه بيدعمني كتير.